رمسيس الأول طلع قاعد في الكويت. ما تستغربوش كده، ده مواطن مصري عادي، بس بقاله 25 سنة هربان في الكويت وحكايته حكاية. طب إيه قصة المواطن المصري اللي دوخ الكويت كلها وراه؟ وليه كان هربان لمدة 25 سنة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. قلنا 100 مرة إن الشخص المصري معروف بذكائه الخارق، وإنه داهية وقادر إنه يعمل أي حاجة يحطها في دماغه. بس إن جيت للحق والصراحة يعني، فاللي عمله الشخص بطل حكاية الفيديو ده لا يمكن أبداً يكون كان في تفكير حد. حكاية النهاردة يا جماعة عن واقعة هزت الرأي العام الكويتي كله وشغلتهم بدرجة كبيرة. اتضح يا جماعة إن في مواطن مصري بقاله ربع قرن كامل قاعد في الكويت بدون إقامة، هربان منهم طول الفترة دي ولا حد نهائي هناك واخد باله. غفلهم 25 سنة لحد ما مسكوه، وربنا يستر دلوقتي على اللي هيعملوه معاه، لأن هو حيرهم جدا. طب إيه علاقته برمسيس الأول؟ طبعا انتوا كلكم دلوقتي زمانكم مستغربين إيه اللي جاب رمسيس الأول في الحوار ده، واتضح وبكل بساطة إن الشخص اللي اتمسك في الكويت ده بيتلقب برمسيس الأول. هما هناك في المنطقة اللي كان مستخبي فيها كانوا بينادوه برمسيس، قال يعني عشان هو أقدمهم هناك في المنطقة وأكبر واحد فيهم هناك. ما هو عنده تقريبا 56 سنة ومسافر الكويت من يجي 29 سنة تقريبا، ومن وقتها هو قاعد هناك من غير إقامة، سافر عادي زي كل الناس، ولما لقى الدنيا حلوة وفيها فلوس قرر إنه ما يرجعش وكمل هناك عادي من غير ورق ولا كأن في حاجة خالص، قاعد معزز مكرم في المنطقة اللي هو فيها. وكل الحكاية إن لما الشرطة الكويتية كانت بتروح المكان أو بتقرب منه كان بيستخبى، وهو طبعا ملوش ورق فمش عارفين عنه حاجة، لحد ما حظه السيء كشفه دلوقتي. بيحكي موقع القبس الكويتي إن الشخص المصري اتمسك خلال حملة أمنية عملتها الشرطة الكويتية للبحث عن مخالفي قانون الإقامة والعمل، ومن حظهم تم القبض على الشخص المصري ده الملقب برمسيس الأول. قبضوا عليه في منطقة مزارع المطلع وهو كان شغال هناك في المنطقة. قبضوا عليه في منطقة مزارع المطلع وهو كان شغال هناك في المنطقة، شغال فيها تقريبا من أول ما جه الكويت سنة 1994. الفكرة بقى إن الشخص المصري ده حاول ينصب عليهم برضه ويخدعهم وهم بيقبضوا عليه. الراجل ذكي زي ما قلنا، وحاول إنه يستغل ذكائه ده تاني في إنه يهرب منهم. ما هو عارف إنه غلطان وإن اللي عمله ده حاجة كبيرة قوي في الكويت وهم مش هيعدوها كده، دي فيها سين وجيم وموال ما يعلم بيه الا ربنا. المهم ان بعد خبر القبض على الشخص المصري ده والدنيا هناك في الكويت قايمه ما بتهداش، الكويتة نفسهم عايزين يعرفوا ازاي قدر المصري ده يستخبى الوقت ده كله، والمصريين نفسهم مستغربين من قدرة الراجل العجيبة دي. يا ريت لو في متابعين لينا من الكويت يحكوا لنا في التعليقات تفاصيل اكتر عن الواقعة، وان كان في حاجة مستخبية كده ولا كده يا ريت تكتبوها في الكومنتات نعرفها كلنا.